يا هلا ومسهلا، الله يمسيكم بالخير. كيف الحال؟ المعذرة على قد السنابات، لكن والله العظيم اني ابغى اطلع بلقاء يزين لكم. لقائي الساعة 9 في قناة الرسالة، بإذن الله انكم تشوفوا اللقاء يعجبكم، وحنا نجهز لكم الشيء الزين اللي يحوز على رضاكم. واسمحوا لنا نعطيكم شوي قجوعي غلبها اخلاقنا على وجبة منا اقلال حلاق منا وكودو منا وان شاء الله اننا نطلع باللقاء وبنعطيكم سوالف من بعدها، والعذر منكم على قل السنابات. على قناة الرسالة الساعة 9 لا أحد يغايبنا. مرحبا ومسهلا يا غريب، بعد قليل لقانا مع سعادة الدكتور. يا مرحبا ومسهلا. هلا وغلا ابو عامر، حياك الله، اسعدتني الله يسعد قلبك يا اخي. ما شاء الله تبارك الرحمن، لك جمهور رائع مثل روعتك. تسلم، الله يطول عمرك، تستاهل. ونشكرك على الاستضافه، وباذن الله ان نلعب بلقاء جميل معك. الله يطول في عمرك، يبارك السعاده. والله هذا من المتشرف اليوم اللي الله يشرف مقدارك. لكن في بث رابط مباشر باذن الله تعالى، هو قناه الرساله لكن على التيك توك عندي DR الزير باذن الله تعالى، بث مباشر مع قناه الرساله باذن الله. الله يحييكم. يا مرحبا، يا اهلا وسهلا. مرحبا. ارحب يا الشيوخ، يا مرحبا والله مسهلا، يا مرحبا من شجرنا الكبير. شاعرنا الغالي، جعل عمرك طويل، ما تغلي الله يغليك، جعل عمرك طويل. شفع النعم ان شاء الله. ما عليك زود. طال عمرك. مرحبا ومسهلا، طال عمرك. مرحبا. قبل تلبس المايك يا مرحبا. الله يحييك، الله يسلمك السعادة. طول في عمرك. المايك واحد قصدك. مرحبا ومسهلا يا سيادة الدكتور. مرحبا عبد الله. الله يسلمك ويطول عمرك. رائع مميز. تسلم، الله يطول عمرك. تغرد اليوم باناشيد رائعه باذن الله يا دكتور. كان بعض الاناشيد بيكتبوها باذن الله تعالى. باذن الله يا دكتور. يا مرحبا ومسهلا. مرحبا شاعر المبدع. الله يبقيك ويطول عمرك. ان شاء الله اليوم ان نسمع منك كل شيء بتقدمه النزيل. الله يطول عمرك، ما عليك زود وش بس. راسك السعادة، الله يطول عمرك. يا مرحبا. مرحبا ومسهلا. اليوم ان شاء الله ان بنسمع القصيد الزين. الشاعر يقول القصيد الزين بدوره وعينه. الله يطول عمرك. جعل عمرك طويل. يا مرحبا. سالفة عنها اشتغلت لكن متعود نعيدها، اللي هي سالفة عن الأخت في بيتين، قلتها سالفة ربطتها ببيتين. يا سلام. وحتى نزلتها بالتيك توك وضربت، يعني ضربت ترند. هاي طال عمرك السالفة طويلة واختصر لها. كان جالس انا وناس هنا بزمون الرجل جلسة على قولتهم برا. اشتريت اعرف منهم اثنين ثلاثة، والرجل واحد ما اعرف الباقي. يوم جلست لين في واحد مستلم المجلس يسولف سوالف ما تذكر، سوالف من حق. سوالف ما لها معنى، ما لها هدف. في يوم خذ شوي وهي طري موضوع الاخت، يسولف على الاخت. يقول الاخت مين مثل الاخت، وان اختي يعني لولا خوفي من الله ما اكلمها من ذا الطريقه. انا حزت خاطري، فكنت يتكلم عن نفسه ببصره. شوي يوم قال مو انا بالحالي، العالم كلهم كذا. يوم قال العالم، قلت يا ولد عندك العالم كلهم مو كذا، انا اتكلم عن نفسك ببصرك. لكن قلت العالم بهذا العالم انه اللي موجودين. هذا مو حي وداريها نذر انها ما تضيق ودامني حي. يا كيف ما احبها وانا اعتزي فيها، اخو منيره وانا ناصر اللي صار كفو. عليكم والله صح. جعل عمرك طويل. صح الدنيا. يعني هذه القصيده اللي احس انها ضربت سنين. مرنا العقول واللي يسد الحال هو المبارك، نعيش مبسوطين ونصور ونجول، والعمر رحله والتجاره جمارك، وانمالت الايام فالخير مامول في منزل الشورى ومنزل تبارك، واللي ورا الدنيا مولع ومشغول نقول له لا تحسب الدار دارك، العمر مثل الظل لحظات ويزول ما دام لنا عمر حسن مبارك. يا سلام يا سلام. قصيد الزين بدوره وعينه. الله يصح لسانك. الله يصح بدنك يا سيدي. وراس طيب وساس طيب. جعل عمرك طويل، ما عليك زود ولا نجي له من بعدك والله العظيم اني صادق. جعل من جابك الله يطول عمرك، الله يصح لسانك. وعمرك الله ما نبرك اللي عليه شدم. جعلني مولك حزن. مرحبا. بيتين طارفه. اقول يا خوالي مجدكم بين العرب فارق وعالي.
لا من يجاريكم بيموت وما وصل شيء يريده. يا خوالي صيتكم معروف مما ظل ليالي ينعرف من عاد نجد تصطلي نارا وقيده. الفخر لو تنشده من هم امامه والخوالي قال عمي من عبيده قال خالي من عبيده. عليك جودة. طول عمرك الله يصحح لسانك. طول عمرك يا مرحبا. جميل. زين الله. انت كلمة بداية اللقاء تبتدون تسألوني خلصت ولا ما خلصت؟ ولكن ان شاء الله نعمل خيرها وباذن الله على ما قال لقاء تعريفي. ظهورك معنا اليوم على ما قال ما قال تشرفنا في برامجنا، تشرفنا في الايام الجايه راح يكون بيننا وبينك يعني لقاءات ولا هو ولا الاخير. ايضا راح يكون معنا في المساحه ان شاء الله قريب. وتشرفك والله يا دكتور ونستفيد منك شيء كثير. سعيد جدا جدا فيك يا عبد الله. اي والله مره جدا جدا. تسلم الله يسعدك. انا اتواصل باذن الله تعالى. نشكرك والله على ضحكك زينه وما شاء الله تبارك الله. الله يطول عمرك. بالعكس احنا نتشرف اليوم ان طلعنا. بعض الاحيان الواحد يطلع يعز نفسه انه هو اللي اضاف. لا اليوم والله انت اللي ضفتنا. الله يسعدك. على صدري مفاجاه. يا سلام الله يطول عمرك. والله احنا نشوفك قبل شوي. الله يبقيك طول عمرك. يصير زين وحضور مختلف واستفدنا والله منك. ما عليك زوج والعمر طويل وبركة الساعات تواجدنا معك الليلة. شرفنا بمعرفتك. واكيد انها ما يحتاج. تسلم الله يطول في بينا بيتي. نتعلم منكم والله صادق. استمر واللي بقدر ادعمك فيه. وفعنا عنكم اقوى العتب واللي يكون بعد ما غواكم الشيطان ورخصتوا صداقتنا تشيلون العقارب في مخابيكم ولا تدرون ولا منا نصحناكم سألتم من نصيحتنا. هلا لما نصحناكم زعلتوا من نصيحتنا. الله يصح لسانك. صح شرفنا في اليوم. الله يشرف مقدارك على ما قال مهب ويوفق الوجه ان شاء الله باذن الله على خير. يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا. تشرفنا اليوم. ارحب واسهل سلطان. يا مرحبا. اي نعم طبعا يا مرحبا. على ما قال قصيدة زينة. جعلني مبتسم. وراسا طيب. جعلني ما عليك زود. هذا البوست السناب حقه. يا مرحبا والله ومسهلا. زودني شعر بغيمك عندي هذا ما لم تشخص ولا ضبط ولا قبل لي ربي. عندي هذا غيمك لما يقول. تعال انت تكلموني عن القبور. يا مرحبا ومسهلا. الله يبقيك ويطول عمرك. ابو عمرو. ابو عمرو. ونعم. استاذ. شاعر وهامة إعلامية. هذا الحساب حقه طالع لكم. ولكن إن شاء الله ضمن الله يعينك ويبيض وجهك ويطول عمرك. قال منكم إسلاماتكم إن شاء الله بإذن الله نجتمع معكم بأحد الأعمال. إن شاء الله بإذن الله. يا مرحبا ومسهلا. كلمة للزعماء قبل تنتهي السلام. كلام ما يسوي إن شاء الله. قال كنا بدون. عطنا شيء. فتان لو حاولت تخفي مفاتنك لبسك مؤدب بس جسمك ان شاء الله. يا سلام. انا اشهد صح لسانك. فتان لو حاولت تخفي مفاتنك. يا مرحبا ومسهلا. خلصنا من اللقاء. كان لقاء جميل مع سعادة الدكتور ومع الضيوف. ان شاء الله نجاز لكم انتم شو رايكم في اللقاء. ربنا زين ربنا زين لكم والله العظيم. نحن قلنا اي شيء بدون اي تكلف. ولكن رسالتي يا ريت انهم يضعون لها حد صراحه. يعني الدعوه مشاركه الدعوه ضحك وناسه وسوالف والجمهور. حتى الجمهور ما يصير بين الجماهير مشاكل. جمهور فلان جمهور فلان. تحزبات ما تصلح ابد. ودي ان اي برنامج يصير فيه تحزبات يكون اول قرار انه يكون استبعاد المتسابق المتحزب او استبعاد المتسابقين المتحزبين. كلنا اخوان. الدين يقول انما المؤمنون يعني كالجسد الواحد. انما المؤمنون اخوه بمعنى الحديث. والله الدنيا ما تستاهل ان الواحد يتحزب مع الواحد. يا اخي تحزب ضد. يا سلام. يا مرحبا ومسهلا. خلصنا من اللقاء. كان لقاء جميل مع سعادة الدكتور ومع الضيوف. ان شاء الله نجاز لكم انتم شو رايكم في اللقاء. ربنا زين لكم والله العظيم. نحن قلنا اي شيء بدون اي تكلف. ولكن رسالتي يا ريت انهم يضعون لها حد صراحه. يعني الدعوه مشاركه الدعوه ضحك وناسه وسوالف والجمهور. حتى الجمهور ما يصير بين الجماهير مشاكل. جمهور فلان جمهور فلان.
تحزبات ما تصلح أبد. ودي إن أي برنامج يصير فيه تحزبات يكون أول قرار إنه يكون استبعاد المتسابق المتحزب أو استبعاد المتسابقين المتحزبين. كلنا أخوان. الدين يقول إنما المؤمنون يعني كالجسد الواحد، إنما المؤمنون أخوة بمعنى الحديث. والله الدنيا ما تستاهل إن الواحد يتحزب مع الواحد. يا أخي تحزب ضد من ومع من وضد من؟ إن شاء الله نكلم لقاء. تدارين إيش اليوم؟ اليوم 12/12/2022 تاريخ مميز كتميزكم يعني تواجدكم. أول شيء كلمة بقولها لكم، نسأل الله إن الله لا يحرمنا منكم. أنتم صراحة نجاح عبد الله الكيراني بعد الله. أنتم داعمين، أنتم جمهور وفي. شكرا لكم، وتسعدوني دايم. تشاركون باسمي، تشاركون في دعمي، تشاركون. شكرا. ما ترضون علي لا بعيد ولا قريب. شكرا. لا خراب ولا عدم يا الجيش الزعماء. شكرا. الأمر الأول. الأمر الثاني 20/22/12 تاريخ مميز. أقول لكم I love you لكم جميع يا حباني.